الله. خلينا نبداو بسؤال، واش انت من النوع اللي كيشوف النص الخاوي من الكاس ولا من النص العامر؟ جاوبوني دابا قبل ما تكملوا الفيديو. عمرك فكرتي في هذه القضيه؟ عمرك حاولتي تحلل التصرفات ديالك ومعاملتك للناس باش تعرف اش من النوعيه ديال الشخصيه اللي عندك؟ وانا كنقلب في الموضوع اكتشفت انواع ديال الشخصيات، لقيت واحد النوع ترى ما يمكنش. اخطر من ذلك كتشوفهم بزاف وتقدر انت ولا انتي تكون واحد منهم. الشخصيه اللي ديما كتسامح في حقها وكتخبى من مور الناس، الشخصيه اللي كتفضل الاستسلام بدل القتال. غنهضروا اليوم على الشخصيه الانهزاميه. واش هي مرض ام مجرد سلوك كيتبناه الشخص في فتره معينه؟ كيوقعوا لنا احداث في حياتنا اللي كيبانوا لنا عاديين، وقعوا فقط لا غير، مكتبهم علينا الله، ولكن طريقه باش تعاملنا مع دوك الاحداث تقدر تسبب لنا في تغيير جذري في الشخصيه ديالنا. احداث اللي تقدر تخرج على مستقبلنا من بعد. الشخصيه الانهزاميه هي واحد الشخص اللي كيصب التركيز ديالو على النص ديال الكاس الخاوي، كيتجاهل تماما النص العامر، وهذا لانه ديما متشائم. ديما كنقول لك كيرفض ياخذ الاسباب المتاحه قدامه، والاهم انه اكثر البشر تشكيكا في قدراته وفي نوايا الناس الاخرين تجاهه. هذه الشخصيه سيدي هي وحده من الاضطرابات الشخصيه اللي كتخلي الانسان يتبنى سلوك عام من التشاؤم، الاحباط، سوء الظن، ضعف الاراده، وبزاف الحاجه اللي كتخلينا من بعد تحول الانعدام الامل في الحياه. كتمشي ليه صفه نهائيه القدره على التمتع بالنعم اللي كيملكها، وديما هو حاسس بالعجاز وقله الحيله. راك تمو فيلمي. من بعد دراسات نفسيه طويله لقاو انه ممكن تظهر هذه الشخصيه عند الفرد في سن صغيره، في مرحله عند الطفل كتسمى بمرحله الاداره، اللي عاده كتكون ما بين رغبات الطفل وتحكم الوالدين فيها. يعني بمعنى اوضح، ملي كيفشل الطفل في تحقيق رغباته وكيخضع لوالديه بشكل مطلق كتشوه نوعا ما الشخصيه ديالو. ركزوا على مطلق، كنحرضكمش على ما تربيوش ولادكم ولا تطلقوا لهم اللعب بتاتا، ولكن باش توريهم الحاجه المزيانه من الحاجه الخايبه. ولا كان باغي شي حاجه وبانت لكم ما فيهاش ضرر ليه، علموهم يدافعوا على الرغبه ديالهم حتى يديروا ديك الحاجه. على باش تكون خبارك، هاد التشوه اللي كيوقع في الشخصيه ديالو كيخليه يتفانى في خدمه الاخرين ولو كانوا على حساب رغباته الشخصيه، لانه كيستمد القوه ديالو من الاختباء موراهم، ولكن في نفس الوقت كيكون كثير الشكوى. والسبب انه ديما كيحس بالشفقه تجاه نفسه. طبعا غادي يحس هكاك لانه جميع رغباته ما غيدافعش عليها ويقبل يعاون الاخرين ولو ضد داكشي اللي باغي. هاد الشخصيه كتبازا على واحد التفكير واللي هو التفكير الانهزامي، وهو النهج اللي كتتبعه. وهذا النهج هو واحد النمط من التفكير اللي كيبان عنده بالضبط في مرحله البلوغ، وكيدفع المرء لتبني السلوكيات المحبطه واليائسه. ديما هو كيحس بخيبه امل، ولو يكون عنده بزاف ديال الخيارات اللي غتمشي به نحو النجاح، ديما كيشوف غير الحاجه السلبيه، وهذا الشيء اللي كيخليه يائس ومحبط على طول الوقت. فهاد الشخصيه كتكون بصح عندها مهارات اجتماعيه وعمليه اللي كتمكنه من النجاح، ولكن ما كيكونش كيثيق فيها بتاتا، وبالتالي كيلجأ لمنح الناس الاخرين حصيله هذه القدرات على شكل المساعدات، طبعا اللي كيشوف فيها هذاك النجاح اللي كيتمناه من خلالهم. غادي يجيو علماء النفس من بعد بزاف ديال الدراسات على هذه الشخصيه، وغادي يحددوا لنا الصفات الرئيسيه اللي كيمتلكوا هذه النوعيه ديال الاشخاص. حددوا لنا قائمه طويله اللي غتمكنك من اكتشاف واش انت ولا الناس اللي محيطه بك من اصحاب الشخصيه الانهزاميه ولا لا. صفات اللي كتنطبق بشكل كبير مع التعريف اللي عطينا ليه في الاول، اللي كتدور ما بين مفهوم الثقه بالنفس وتفاعل الفرد مع المتغيرات اللي كتوقع ليه في حياته. اولها هو ان الشخصيه الانهزاميه كتفتقد للثقه بالنفس، حيث ان اي فرد كيمتلكها كيتجنب يحضر الراي ديالو خوفا من ردة فعل المحيطين به. ثانيا كيتوقع دائما الفشل في الخطوه اللي غادي يدير، ديما فيما يبغي يدير شي حاجه ولا يدير شي خطوه غتسمعوا كيدير الاعذار والنتائج السلبيه اللي غتوقع من بعدها، ما كيركزش نهائيا في النتيجه الايجابيه من ديك الخطوه. هذا الشخص سيدي ديما كيكون شكاي وديما كيتلذذ في لعب دور الضحيه، حيت عند بالو باللي هكا الناس غيحسوا بجهته بالشفقه ويكسب التعاطف ديالهم واحترامهم. عاده ما كيكون بلا انجازات ولا حتى نجاحات، لانه كيفكر في بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تعرقل هذه الانجازات ولا النجاحات، في الوقت اللي خاصو يفكر في حلول خارج الصندوق باش يوصل لهذاك النجاح. اكثر حاجه خايبه في هذه الشخصيه هي كيلبي الرغبات ديال الاخرين ولو انها على حساب رغباته الشخصيه، بحيث كيسعى لتقديم العون للجميع سواء قريب او غريب. اي واحد اللي جا بسم الله الخير والمعاونه زوينه، ولكن ماشي على حساب رغباتي الشخصيه. ولكن اللي زوين انه شخص جدير بالثقه، ما كيملك حتى شي دوافع خفيه، صريح، كيتمتع بواحد البراءه وواحد السذاجه بحال ديال الدراري الصغار. دابا المشكل هما شنو هما الاسباب اللي كيخرجوا لينا هذه الشخصيه. يعني جوج ديال الاسباب الرئيسيه، الاول وهو الاهم اللي غتركز عليه، والثاني هو النسبه اللي اقر بها السبب الاول على الفرد. السبب الاول هو التحكم الابوي. العاده كيبغيو الاباء داك التحكم المطلق في ولادهم بغرض الحفاظ عليهم وتوجيههم، ولكن هذا الشيء ماشي ديما كيعطي نتائج ايجابيه، لان هذه السيطره الابويه
تقدر تكون معارضه بشكل كامل لكاع رغبات الطفل. وهنا الطفل كيلقى راسو قدام جوج ديال السيناريوهات، جوج حوايج: يا اما يخضع لاوامر الاسره ولا يعترض، والاعتراض موراه الاهانه، العصا وبزاف ديال الحوايج. يعني في الغالب غادي يختار يخضع للاوامر ديال الوالدين ويتخلى على التعبير على الراي ديالو وتشكيل احلامه الخاصه. مع مرور الوقت غادي تكون عنده للداخل شخصيه انهزاميه ما كتثقش في القدرات ديالها، ما تقدرش تقرر مصيرها بوحدها ولا تاخذ القرارات الحاسمه، وديما كتبقى في ظل الاخرين بزز منها. وفي النهايه غادي يتحول لينا من طفل عادي لشخص بالغ ولكن بشخصيه مشوهه نوعا ما، كيحمي راسو فقط بلعب دور الضحيه، لانه كيشوف هذا هو الحل، هذا هو الحل الوحيد بالنسبه ليه والامثل باش يبعد من الظلم والحقره اللي يقدر يتعرض لها من الاخرين. راك تمو فيلمي. ثاني سبب هو التفكير الخاطئ. كنا كنعرفوا ان التفكير المنفتح على العالم هو احد اساسيات التعاملات الاجتماعيه، يعني بمعنى اخر كل ما تعاملتي مع ناس اكثر وطحتي في احداث مختلفه، كل ما تعلمتي من كل وحده فيهم كيفاش تتعامل مع الناس وكيفاش تكيف مع تغيرات الحياه على حسب الظروف ديالها. ولكن هذا الشخص كونه شخصيه انهزاميه ما كيتعاملش مع الناس بزاف وما كيعرفش يتكيف مع تغيرات الحياه. يعني التفكير اللي عنده كيخليه ديما يفكر في الحوايج السلبيه في كل حاله، لانه ما طاحش فيهم وتعلم الحل، وكيتفادى ديما هاد المشاكل والتغيرات بلعب دور الضحيه من جديد. دابا المشكل فين كاين في كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذا النوع من الشخصيات. بلا شك ان التعامل مع هذه الشخصيه هي اكثر حاجه مرهقه، اكثر حاجه كتعي، كترهق حتى الناس اللي كيتعاملوا معاه وتقدر تاثر عليهم سلبا. داكشي علاش خاصنا نعرفوا السياسه اللي نتعاملوا بها معاه، واللي من بينها ديما نفكروا في انه خاصو يدير عقله ويفكر بزاف المرات في القرارات ديالو، خصوصا يشوف منها الايجابي قبل السلبي. نبعدو كل البعد عن توجيه اي اساءه ليه سواء لفظيه او معنويه، لانه غير غتحفز الرغبه ديالو في لعب دور الضحيه عاوتاني مره اخرى. نعاونوه على مراجعه التجارب والقرارات الخاطئه اللي داز منها في حياته، نقولوا ليه سجل الاخطاء ويتعلم منها باش مره اخرى ما يعاودهاش، منعوه يلوم نفسه ويحس بالشفقه عليها، نخليوه يثق في راسو وفي القدرات اللي عنده بشكل كبير، لانه فعلا عنده مهارات اللي يقدر ينجح بها من بعد. واكثر حاجه خاص يفهمها هي يتحمل نتائج القرارات ديالو سواء كانت زوينه ولا خايبه. المهم هو يطبق قراراته كيف ما كانت ويحيد الخوف، لان الحياه ما فيهاش كلشي زوين وما فيهاش كلشي خايب بطبيعه الحال، خاصنا نعيشوها بكلشي ديالها. ومن بعد ما كنتعلموا كيفاش نتعاملوا معاهم خاصنا نعرفوا واش عندهم علاج. اللي خاصكم تعرفوا ان هذا الاضطراب ماشي مرض وانما صفات تكتسبات. فكره ان المرء يعرف باللي عنده هذا الاضطراب هو النصف ديال العلاج، كيبقى فقط الباقي على المحيطين اللي دايرين به، يحاولوا يتعاملوا معاه مزيان، يعطوه الحلول لاي تخوف عنده، يحاولوا يعلموه كيفاش يقوي الشخصيه ديالو ويكون عنده تفكير قتالي، يعني يدافع على اي رغبه عنده، والاهم يتعلم يقول لا على اي حاجه غادي تاذيه. راك تما فيلمي. وكان هذا هو موضوعنا ديال اليوم، كنتمنى اني قدرت نوصل لكم الفكره بطريقه واضحه وبسيطه. جيت نشارك معكم فقط الاراء ديالي وداك الشيء اللي كيدور ليا في راسي. كنتمنى اني نكون توفقت. ما تنساوش خليوا الراي ديالكم في التعاليق والمواضيع اللي بغيتو ندويو عليها في الفيديوهات الجايين. وهذا مكان دمتم سالمين. شكرا على الوقت ديالكم.